معناها نزل شوي، معناها نزل شوي معناها مستوانا. هذا اللي خلانا مثلا نقبل اللعب كثير. حاولنا قدر المستطاع وان نحافظ على الهدف وان على الاقل مثلا ندعمه، لكن ما معناها وهذا اللي معناها ما كان مثلا ما كان على حسب الرغبه نتاعنا. بالنسبه لنا احنا معناها تعادل ضد نادي النصر، نقطه معناها جيده. ان شاء الله نواصلوا على نفس النسق هذا، ونواصلوا خاصه معناها نستغلوا اكثر معناها الفرص اللي تجينا، خاصه مع الفرق الكبرى. صعب ان تجيك كثير فرص، رغم ان اليوم جاتنا كثير فرص وما سجلناها. ان شاء الله ما نجسوا الفرص اللي ما تجينا كل مباراه، وما نتوقع وانه المباراه الجايه معناها تكون ان شاء الله مباريات كويسه بالنسبه لنا. شكرا للسيد فتحي الجبال، ونترك الفرصه للزملاء الاعلاميين في توجيه الاسئله للسيد فتحي. تفضل. نادي هذه التغييرات من جانبين الفريقين هذا سبب في التعادل؟ مثلا خروج ربيع سفيان والله اكيد. شوف احنا بالنسبه لنا احنا عارفين عارفين القيمه نتاع ربيع. قيمته في المجموعه معناها قيمه معناها كبيره. معناها ربيع قدم المستوى اللي حنا نامل منه، لكن مع بدايه الشوط الثاني حسيناه وانه نقص على مستوى اللياقي، خاصه في الارتداد من الهجوم للدفاع. هذا اللي خلانا هذا اللي خلانا مثلا نعوضوا، ونعرفوا احنا عندنا لاعبين الحقيقه على مستوى اللي موجودين في الدكه ما يقلوا من امكانيات على الموجودين في الملعب. نعم. هل من سؤال اخر من احد الزملاء؟ تفضل. والله المستوى احنا بالنسبه لنا احنا نعرفوا البدايات صعبه جدا حتى في المستوى، لكن بالنسبه لنا احنا حتى تو كنت في اجتماع مع اللاعبين، ومنها المستوى ما راضيين عليه. منها خاصه فريق على طول مباراه منها تجيه اكثر من 7 فرص اللي هي منها سنحل من التسجيل. هذا يدل ان الفريق مثلا قاعد يشتغل، ومنها ان شاء الله نواصلوا